السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطرية بأسهل وأسرع طريقة، وهقول لك طريقة العجن صحيحة اللي هتخلي العجينة هشة وناعمة وغنية، وهقول لك طريقة التسوية الصحيحة اللي هتطلع القرص معاكي باللون الموحد الذهبي الجميل ده، وكمان الإضافة المميزة للقرص بتاعتنا اللي هتضيف ريحة وطعم مميزين جدا. وكمان هاقول لِك الفرق بين القرص بتاعتنا الطرية الحلوة دي، وبين إنِّك تعملي عيش فينو، وقد إيه إن الفرق يكون واضح ما بينهم في العجينة وطريقة التقطيع وطريقة الخبز، ده غير كمان التركة المميزة جدًا اللي هتخلّيها هشة وطرية وبتدوب في البُق دوبان. يالّا بقى ننزل نعمل اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من وصفات القناة. وقبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هستخدم لوصفتنا النهاردة 2 كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات أو الدقيق العادي اللي انت بتستخدميه في المطبخ، يعني ملهوش نوع معين. واللي أول مرة تعمل القرص طرية ممكن تستخدم أو تعمل نص الكمية، يعني هتقسم كل المقادير دي على 2. ونزلت على كمية الدقيق اللي عندي ب3 معالق كبار هرميين من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وما تنسوش تحطوا معلقة كبيرة من الملح. ونزلت عليهم بكوباية ونص من الزيت. انت لو عايزة تخلطي زيت على سمنة مفيش مشكلة، دي حاجة ترجعلك، بس الزيت هنا بيخلي اللون الأحمر الجميل اللي طالع معانا في أول الفيديو. علشان كمان أنا عايزة أعمل قرص اقتصادية من غير أي تكلفة عالية، وفي نفس الوقت يكون طعمها غني وجميل. هقلب بقى الزيت مع الدقيق اللي عندي مع كل المكونات اللي أنا ضفتها تقليبة كويسة. هسلك بقى المعلقة بتاعتي كويس جدا، وهبدأ بقى أبسس الزيت مع الدقيق تبسيسة حلوة جدا. أنا عايزة كل كمية الزيت اللي أنا حطيتها تختلط بالدقيق. أنا عايزة الدقيق يبقى زي كده الرمل المبلول، يبقى مندي كده. أنا هفرك الدقيق كله زي ما احنا شايفين ما بين صوابعي لحد كل الزيت ما يتخلل كل كمية الدقيق، زي الرمل المبلول، عامل زي كده الرمل المندي نازل عليه شوية ندى كده بسيط. نيجي بقى للمكون الجميل جدا اللي هيضيف إضافة مميزة جدا للقرص بتاعتنا، وهو الشمر. الشمر بيبقى ريحته قوية جدا وبيخلي ريحة القرص بتاعتنا في منتهى الروعة. بس قبل ما نستعمله في طاسة كده نقلبه تقلبتين كده على النار نطلع الرطوبة منه، وكمان بيخلي ريحته تبقى قوية جدا غير ما تستعمليه زي ما هو كده. وهنكون محضرين بقى جنب مننا 4 كوبايات من اللبن. هننزل بواحدة واحدة، ننزل كوباية كوباية. أنا حطيت هنا في الأول كوبايتين ونص من اللبن، وسبت الباقي كده على جنب لغاية ما احتاجه. أنا مش عايزة أنزل بكمية اللبن كلها لأن الدقيق بيختلف من مكان لمكان. هتقولوا لي ممكن نستعمل لبن رايب؟ أيوة طبعا لبن رايب هجيب نتيجة هايلة جدا للي عنده لبن رايب. ممكن كمان تستعملي زبادي، ممكن تستعملي نص الكمية لبن ونص الكمية زبادي. حقيقي اللبن الرايب أو الزبادي بيخلي المعجنات هشة وطرية وجميلة، وكمان ريحتها تحفة. هنعجن بقى كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده لحد ما نحس خلاص إن العجينة مش محتاجة أي لبن. إحنا قُلنا المقدار ده اللي هو 2 كيلو من الدقيق بياخد 4 كوبايات من اللبن أو اللبن الرايب أو الزبادي، أي خليط من دول، الموجود عندِك كُلّه ينفع. وحتى في الآخر خالص لو اللبن بتاعِك خلص ممكن تزوّدي ربع كوباية من المَيّة عشان تلفّي بس بيها العجينة. وأنا عايزة العجينة طرية كده زي ما إحنا شايفين، كده هتبقى نتيجتها هايلة جدًا. ونجيب بقى معلقة من الزيت ونغطّي بيها العجينة من فوق كده علشان تصبح وش العجينة كده طرية ورطبة وما تنشفش معانا من على الوش. وهنجيب رول استرتش نغطي بيها وش العجين بتاعنا، أو فوطة أو أي كيس بلاستيك عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها. نيجي بقى لأهم تركة معانا في العجينة بتاعتنا النهاردة. أنا مش عايزاها تخمر، أنا عايزاها بس ترتاح لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة، يعني يا دوبك تبقى طالعة كده، يا دوبك هتبدأ تخمر. ليه بقى؟ لأن أنا الخميرة اللي هتبقى في العجينة أو الخمر اللي هيبقى في العجينة أنا عايزاه يبقى بعد التقطيع، علشان يا بنات لو الخميرة اللي بقت عندي في العجينة زيادة هتوسع من المسام جدا بتاعة القرص بتاعتي، وهتبقى داخلة كده إنها تبقى عيش فينو، وهتنشف معاكي من جوه، مش هيبقى طعمها حلو. كل ما كانت الخميرة اشتغلت بشكل معقول جوه العجينة بتاعتي هتخلي مسام القرص حلوة جدا ومعقولة جدا. إنما لو زادت الخميرة جوه العجينة هيبقى كأني بالظبط بعمل عيش فينو، وهيبقى طعمها مش حلو نهائي. هانزل بقى بعجينة القرص زي ما انتم شايفين كده على مفرش التقطيع، وهقطعها 4 تربع كده عشان يبقى سهل عليا ان انا اقطع منها كور صغيرة. زي ما انتم شايفين كده باخد حتة العجينة
وبادخّلها كده على جوّه، بالِمّها كده واحدة، واحدة كده من كل الطروف، ولازم ألِمّها كويس من تحت، لأنها لسه هترتاح، وممكن لمّا ترتاح ولو ما كنتش أنا مقفّلة من تحت هتتفك منّي من جوّه، وهيبقى القرصاية شكلها مش حلو. شايفين أنا بامسك العجينة كده وبالِمّها كلّها كده على جوّه، وباقفّل كويس جدًا من الضهر. وطبعًا حجم القرصاية ده بيختلف من ذوق للتاني، في ناس بتحبها كبيرة وناس بتحبها وسط، وأيًا كان كبيرة أو صغيرة المهم ما تخلّيش سمكها رقيق عشان ما تنشفش معاكِ في الفرن. هاخلّص بقى كل الكمية اللي معايا هاقطّعها، وهارُص كل الكور بتاعتي في صينية كبيرة مدهونة حاجة بسيطة خالص زيت، وزي ما إحنا شايفين كده أنا هاسيبها لمدة ربع ساعة كمان ترتاح شوية. شايفين ما شاء الله الكورة معقولة جدًا والشَمَر باين فيها وريحته تجنن فعلًا، وشايفين ما شاء الله ال2 كيلو دقيق عملوا لي كمية كبيرة جدًا، أحسن وأوفر بكتير من ما اشتريها من برّه من المخابز. هاخد بقى كل كورة كده وأبطّطها بالراحة، ويكون السمك معايا مش أقل من نُص سنتي، بلاش أبطّطها وأرقرقها خالص عشان ما تنشفش معايا في الفرن، ولازم يكون فيها سمك من جوّه كده عشان يبقى فيها مكان لو حبيت أفتحها كمان من جوّه واحشيها بأي حشوة سواء كان حلو أو حادق. شايفين ما شاء الله جميلة جدًا والشَمَر باين فيها، ده غير كمان ريحتها من قبل ما تدخل الفرن. أنا بقى هابطّط كمية كده زي ما أنتم شايفين وأرصّها قدّامي، وأكون محضّرة الصواني بتاعتي، والصواني تكون مدهونة زيت على خفيف خالص، مسحة خفيفة خالص، خالص، علشان أنا الزيت عندي موجود في القُرَص بتاعتي بكمية كفاية، ورصّيتهم زي ما إحنا شايفين كده والمسافات واضحة، لازم تكون بين القُرصة والتانية مسافة زي ما أنتم شايفين كده، لأنها لسه هتخمر. إحنا ما خمّرناش خالص، إحنا يا دوبك ريّحنا العجينة على كذا مرحلة. مرحلة التخمير هي اللي أنتم شايفينها دي، ولازم أغطّي كل الصواني دي بكيس بلاستيك أو بفوطة كبيرة علشان تحتفظ بطراوتها، وأكون بقى مسخّنة الفرن من قبلها ولازم ياخد درجة حرارة عالية، وأكون محضّرة الرف الأوسط وأحط الصواني بتاعتي فيه. الصينية بتاخد حوالي ربع ساعة من الفرن وهتطلع بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، وأول ما تطلع فرشة بقى ودهنة سمنة بلدي أو دهنة زبدة الموجود عندِك أو حتى دهنة زيت، هندهن كده كل قرصاية من على الوش كده، في ساعتها هتطرى معاكِ وتروح زي الزبدة. وعلشان ياخد اللون الدهبي ده يا بنات زي ما قُلنا في أول الفيديو، لازم كل 5 دقايق ألِف الصينية بتاعتي عشان تاخد جميع اتجاهات الفرن، بالتالي هيطلع عندي نفس اللون الموحّد اللي إحنا شايفينه ده، القرصاية نفس اللون في كل الاتجاهات. شايفين ما شاء الله القرصاية طرية جدًا من جوّه واللون الدهبي الجميل الأحمر اللي من فوق ومن تحت. السِوَى ما شاء الله جميل جدًا، وأنا قُلت لِك إزاي تضبطي السِوَى في الفرن عشان القرصاية تطلع نفس اللون من فوق ومن تحت. وشوية الشَمَر اللي إحنا حطيناهم جوّه العجينة كمان عاملة ريحة وطعم في القرصاية حقيقي هتلاقيها مختلفة جدًا، ومش هتبطّلي تعمليها بالطريقة دي. ده أنتِ ممكن كمان تفتحيها وتحشيها من جوّه سواء بقى عسل أو مربى أو جبنة، ويا سلام بقى لو شرايح من الخيار أو شرايح من الزيتون أو الطماطم بتبقى تحفة جدًا. ده أنتِ كمان ممكن تعملي كمية كبيرة وتفرّزيها وتحطّي 10 قرصات ب10 قرصات مع بعض في كيس بلاستيك وتحطّيهم في الفريزر، وبكده تبقى أنتِ عملتِ كمية كبيرة وخزّنتيها في الفريزر منين ما تحتاجيها تلاقيها. ده أنتِ ممكن كمان تعمليها للأطفال في الlunch box هتبقى طعمها حلو جدًا ومغذي جدًا، جدًا، أحسن مليون مرّة من العيش الفينو. وبكده نبقى خلّصنا الفيديو بتاعنا النهارده، أتمنى اللي عجبه الفيديو وعجبته الطريقة ينزل يدعّمني بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصله كل جديد من وصفات القناة، ويا ريت بقى تسعدوني وتفرحوني بتعليقكم الجميل الرقيق وتعملوا شير لكل أصحابكم وحبايبكم للفيديو. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال وما تنسونيش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.